سلام. درت فيديو على الايفون 13 برو وقلت باللي عنده احسن فالور في ليزايفون برو، مي فين خلينا الايفون 14 برو زايد بالدايناميك ايلاند سيستم ديال الكاميرات اللي زايد نغزه وشي لعيبات اخرين. من بعد ما جاوني بزاف ديال لي ميساج عليه قررت نجيبو وندير عليه حتى هو ريفيو واش مازال يستاهل تشريه في 2025 سيرتو مع الايفون 17 اللي يجي السيمانه الجايه. غادي نهضروا عليه من كاع الجوانب هنايا، خليكم معايا حتى الاخر باش تعرفوا واش كنريكومونديه ولا لا. مرحبا بكم، سميتي عبد الاله وانا هنا باش نعاونك تختار اشنو تشري. تبع معنا الكراسه بواحد لايك كومونتير وتابونا. الا عندك شي كيسيون كتبها لي لتحت ولا دخل عندي الانستغرام، راه كنجاوب على كل شيء. مشينا نبداو بالديزاين. بالنسبه لهاد لابارتي نقدروا ما نطولوش فيها، راكم ديجا عارفين الديزاين ديال ابل اللي كتخدم به كل عام. عندك بيان سور الفريم اللي مخدوم بالانوكس، والبوين فيبل ديالو هو لاطراز ديال الصباع اللي كيبقى دغيا وكيبان ديما خصها شي مسحه. مي الا كنتي كديري لي بوشيط وغالبا غادي ديرها ليه هنا ما كاينش مشكل. عندك بيان سور في الجنب السويتش القديمه اللي كدير بها ميول الصوت، وكانت هذه اخر مره دارتها ابل في لي تليفون برو ديالها. طبيعه الحال قبل ما يحولوا الاكشن باتن في الايفون 15 برو. الظهر ديالو عندك مصنوع من الزاج، ولي كاميرا اللور كيبانوا معمرين الكادر كبار شويه مقارنه مع 13 برو حيت افيكتيفمون كبروا لهم الحجم ديالهم شويه. ديزاين ما كاين ما تقول، تليفون فريمون بريميوم وفي الشده ديالو كتحس به عامر. بيان سور كمصنوع مخير فراه كيبقى ايفون برو. دابا ندوزو نهضروا على الاكرون. عندك 6.1 بوز سوبر ريتينا اكس دي ار اوليد اللي كيخلي الكونتراست لي كولور يبان من داكشي في جميع انواع لي كونتون. الدرجه ديال السطوع ديال الشاشه 2000 نيت محترمه من بالمعايير ديال 2025. الريزوليسيون هنا مخيره اللي كتعطيك 460 بي بي اي، ستادير الحده ديال الصوره ما كاين ما يتقال عليها مقارنه مع الحجم ديال الاكرون. بيان سور كتدعم اتش دي ار 10 دولبي فيجن، وعندك بيان سور حتى البروموشن 120 هرتز اللي كتعطيك سلاسه مخيره في سكرولين مالتي تاسكين وسيرتو في الجيمنج. وفي الايفون 14 برو مدعومه حتى بال تي بي او. هادشي كيعني ان التردد ديال الاكران يقدر ينزل حتى ل 1 اف بي اس ويطلع ل 120 اف بي اس على حساب نوع الكونتون، الحاجه اللي كتحافظ على الباتري. الاكسبيرينس في الاستخدام ديالها كيف ما كتوقع من تليفون فلاج شيب من عند ابل. راه ميم انها في سبيكس بحالها بحال الايفون 13 برو لانها كتعطيك اكسبيرينس قريبه ل 15 برو بالشكل ديالها. وهادشي بيان سير بالدايناميك ايلاند اللي اول مره دارت هنا، اللي غالبا غادي نبقاو نشوفوها في لي زايفون من هنا لقدام، الشيء اللي كيخليه يبان وغادي يبقى يبان موديل. عندك اوسي حتى الاولويز اون ديسبلاي اللي ابل اول مره عاوتاني دارتها هنايا. مي جو كخوا في هاد لوكا بزاف بنادم كيديزاكتيفوها منهم انا، حيت كدي شويه من الباتري وسهله. الا بغيتي تشوف نوتيفيكاسيون ولا مثلا شحال في الساعه دابل تاب وتفيق الاكرون. كاكرون من الاخر فلاج شيب بكاع داكشي اللي بغيتي. دابا نهضروا على التشيبسيت اي كي اي البروسيسور والجرافيك. هنا كيجينا ب 16 بايونيك اللي فيها بروسيسور فيه 8 لي كور و5 لي كور في كارت جرافيك. اما بالنسبه للرام عندنا 6 جيجا في الرام. البنش ماركس ديالو كتشوفهم قدامكم. باش نحطكم في الصوره ونعطيو لهاد لي شيفر كاملين معنا نقارنوهم مع الريفيرونس اللي كاينه دابا، واللي هي الشريحه ديال الاي 18 برو واللي كتجي في الايفون 16 برو. الشريحه ديال الايفون 16 برو فايته ب 30% تقريبا في البيرفورمانس لا ديال السي بي يو لا ديال الجي بي يو، ولكن هاد 30% حسن مازال خصنا نفهموها. الاستعمال اليومي يعني البراوزين تيك توك واتساب ما غاديش تحس بالفرق حيت الاس 16 بايونيك كيدير كلشي بسلاسه ديجا. الجيمين ولي زابليكاسيون الثقال هنا غادي يكون فرق. المونتاج ديال لي فيديو بال 4K والمالتي تاسكين هنا نقدر نقول لك في بعض الحالات تقدر تحتاج ل 30%، يعني كيبقى على حساب شنو انت كدير بهذا التليفون. دابا من الاخر 30% حسن راه غير في البنش مارك. الاستعمال العادي اليومي ما كاينش فرق. الفرق غادي يبان في لي زابليكاسيون الثقال والجيمين، هادشي اللي كنتي كتلعب بالسوايع. اما حتى البروسيسور اللي كاين في الايفون 14 برو تقدر دير به حتى هو الجيمين اللي طاش ثقال وهادشي على راحتك. نهضروا على التجربه ديال الجيمين فيه. في لعبه مثلا بحال بابجي تقدر تلعب في اعدادات طالعين، في الجرافيكس تقدر تلعب بالاتش دي ار ولا الالترا اتش دي ار وهادشي بفريم ريت طالع. من هنايا ريكوموندي انك تخلي ديما اللعبه هي اللي تحكم لك في الاعدادات، حيت كتاخذ اون كونسيديراسيون التمبيراتور ديال التليفون الباتري الى اخره، وكتاخذ هادشي اون كونسيديراسيون باش اوبتيميزي لك اللعبه، وهادشي باش تلعب في ماكسيموم ديال الجرافيزم وسلاسه في نفس الوقت. لعبت به باعدادات طالعين في بابجي وما لقيتش مشكل. وبطبيعه الحال الا بقيتي شادو بالسواب اعدادات طالعين هنا راه هضره اخرى، حيت باللي كتطول معاه ساعه وجوج وثلاثه هنا كيبدا يسخن. ولا بدا يسخن شنو كيوقع؟ البيرفورمانس كيهبط، الباتري كيتكونسوم دغيا، وبطبيعه الحال الاكسبيريونس ديال اللعب ديالك كتولي لاغي. مي لو تليفون مازال كابابل انه يلعبك ومزيان. من حدنا جبنا الباتري نهضروا عليه.
الكاباسيتي ديالو فيه 3200 ملي امبير اور، الحجم اللي ماشي كبير. ابل كتقول بان عندك 23 ساعه ديال الفيديو بلاي باك، هادشي بطبيعه الحال اللي كنشارجيها 100%، مي هادشي بيان سور كيبقى على حسب ليطا ديال الباتري والصحه ديالو. اليونيتي اللي عندي هنايا وكنت كنجرب فيها هاد السيمانه كامله ما كديش لا شارج. ساعه ديال اللعب في بابجي مثلا دات لي 25% من الباتري، كونسيديري بان هاد اليونيتي اللي عندي هنايا ليطا الباتري ديالو 83%. كنقول نورمال الا خدينا كونسيديراسيون الحجم والصحه ديال الباتري وحتى اللعبه اللي كنت لاعب فيها. اما في الاستعمال العادي اليومي خاص يكمل النهار. مي الا كانت ليطا الباتري ديال التليفون ديالك طايحه، هنا غير خلي معاك شي باور بانك ولا دوز ال 14 برو ماكس حيت فيه باتري كبر. عندك بيان سور الشارج سون فيل 15 واط بالماك سيف والعادي. دوزو نهضروا على الكاميرا سيستم. الكاميرا ديالو فكراتني بزاف في الكانز برو، سي نورمال حيت عندهم نفس الهاردوير. السيستم بيان سور كيجيب 3 كاميرا. عندك الوايد 1 اكس اللي فيها 48 ميجا بكسل وفتحه عدسه ديال 1.8، وهنا فين اول مره ابل دارت الكابتور ديال الكاميرا جديد 48 ميجا بكسل. كانت ديما كتخدم 12 ميجا بكسل قبل الايفون 14 برو، هادشي من مات الايفون 6. سنسور جديد ديال 48 ميجا بكسل اللي كاين في الكاميرا الاساسيه، على فوا سنسور جديد وكبير. مي شنو كيعني هادشي؟ عندك دابا بيان سير بلور كثر ورا لوبجيكت ديالك، وهادشي بلا ما تخدم مود بورتري، والريزوليسيون طالعه كتعني تفاصيل احسن في التصوير. انوتي هنايا بانه بار ديفو كيصور غير 12 ميجا بكسل، يعني كيشد 48 ميجا بكسل وكي داون سكيليها 12 ميجا بكسل. الا بغيتي 48 ميجا بكسل كامله هنا خاص اكتيفي برو رو. من الحجم ديال لي فوطو هنايا غادي تزاد، كل تصويره تقدر دير لك 60 حتى 70 ميجا من ليسباس، سيتادير ستوكاج ديال التليفون ديالك دغيا غادي يعبر. في هذا لوكا هذا اللي كنتي كتصور غير باش دوكيمونتي حياتك، بارطاجي في السوشيال ميديا ولا تبارطاجي لي فوطو ديالك مع لا فامي، المود ديال 12 ميجا بكسل كافي. اما الا كنتي فوتوغراف ولا بغيتي تاكسبيرمونتي مع التصاور، اكتيفيها وتكون عندك ريزوليسيون احسن وفليكسيبيليتي اكثر حيت بيان سور رو فورمات. عندك حتى الكاميرا الالترا وايد 0.5 اكس واللي فيها 12 ميجا بكسل اف 2.2. تيليفوتو كاميرا 3 اكس كتجيب 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.2. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي فيها 12 ميجا بكسل اف 1.9. هادو كاملين كيبقاو دي شيفر، ما كيفاش دايره الكاليتي ديال ليماج غنخليكم نتوما تحكموا. وغادي نخلي لكم هنايا باين كاميرا تصورات كل التصوير، وانوتي تصور هنايا في الكاميرا الاساسيه غير بالمود العادي ديال 12 ميجا بكسل، وما موديفيت حتى التصويره فيهم، يعني لي فوتو خارجين من التليفون ديريكت. دايناميك رينج صراحه ناضي مع الكابتور الجديد، ولي كولور كيبانوا ناتورال اكثر امونافي. الا بغيتي احسن ريزلت خدم بالكاميرا الاساسيه 1 اكس، هنا فين عندك احسن كواليتي وديتيلز. تصور بالليل حتى هو بوان فور كبير هنايا، وهادشي نظرا للحجم ديال الكابتور، وكاين فيهم المينيموم ديال نويز في البلايص كحلين في ليماج. لا بارتي فيديو عندك ال 4K حتى ل 60 اف بي اس، 4K ديالو كلير بالنهار ولي كولور مخيرين. اغلبيه ديال الناس اللي كيبوستيو الفيديوهات في الانترنت غالبا كتلقى عندهم ايفون، وكاين اسباب ورا هادشي، منهم ان الكاليتي ديال الفيديو مخيره، اللون ديال لابو كيبان مزيان، الشاربنس ديال لي فيديو ديال الايفون جايبينها القد في القد، كتيراش بزاف وما ناقصاش، كلشي ميكسبوزي مزيان، ما كاين لا بلايص محروقين في ليماج وضاوين اكثر من القياس، ولا بلايص اللي كحلين اكثر من القياس واندر اكسبوز. يعني الدايناميك رينج ما عندك ما تقول فيها. الا بغيتي تعرف كيفاش الفيديوهات ديالو غادي يبانوا في انستغرام ولا تيك توك، اخر ريل حطيت في انستغرام عندي راه صورته بيه، دخلوا شوفوا الا بغيتي تشوفوا داكشي كيفاش جا. وبيان سور للامانه هذاك الريل صورته تحت كونديسيون دي لوميير اللي هما كونترول. بيان سور عندك حتى السينيماتيك مود، هادشي اللي كنتي كتبغي البلور ديجيتال، حتى الاكشن مود اللي كيخدم مخير وكيستابيليزا لا فيديو مزيان، مي كيهبط لك الريزوليسيون ل 4K ل 2.8K حيتاش كيكروبي على داك 4K. وهذا المود عاوتاني كيخدم حسن في الكاميرا الاساسيه. سولتكم اشنو بغيتو تعرفوا عليه وكانوا هادو هما لي كاستيون ديالكم. لي ريبونس غادي نحطهم على شكل ريلز في انستغرام من ورا هذا الفيديو. خلاصه الايفون 14 برو صراحه من افخم لي تليفون اللي صوبتهم ابل، 3 سنين باش خرج ومازال كيبان تليفون ديال الوقت. بالدايناميك ايلاند الكاميرا سيستم اللي لا بالشكل ديالهم كيبانوا كبار في الظهر وعاطين العين، ولا بالكاليتي ليماج ديالهم مع سنسور جديد 48 ميجا بكسل. شيبسات A16 بايونيك اللي مازال خدامه مزيان حتى لدابا، ومع ليكرون 120 هرتز. يا سلام. دابا من الاخر ديما كنقولها، الا كان التليفون ديالك مازال خدام مزيان وكيدير كاع داكشي اللي بغيتيه يدير وكيديرو مزيان، خليك بيان معاه واخا يكون التليفون ديالك اللي كان يكون غير كيقضي الغرض اللي انت باغي يقضي. سينو الناس اللي عندهم الايفون 12 ولا قبل غادي يحسوا بالفرق اللي دازو ل 14 برو. اما الا عندك الايفون 13 برو ما نظنش واش غادي يستاهل فلوس. كنفكر ندير مقارنه اون ديتاي ما بين 14 برو و 13 برو، قولوها ليا الا كنتو انتريس. هادشي اللي كاين. الا عجبك الفيديو ولا ديتي مني شي حاجه ما تنساش لايك وابوني. باي باي.